قال الحسن رحمه الله تعالى: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. قال الحسن أي البصري رحمه الله من أجلة علماء التابعين، قال: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. هنا ينبغي أن يلاحظ أمر، وهو أن الصداقة التي في الله ينبغي أن يتخذها المرء قربة وعمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يكون من جملة عمله الصالح. بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا أكرمه الله عز وجل بإخوان الصلاح والاستقامة والصلاة والعلم وطلب العلم، فليتخذ محبتهم قربة وصداقتهم قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الصداقة هي الصداقة الوحيدة النافعة لصاحبها في الدنيا والآخرة، وما عدا هذه الصداقة فإنها تنقطع إما في الدنيا أو في الآخرة، كما مر معنا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيقول: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين. والصديق المؤمن منفعة لصديقه في الدنيا، يقومه يسدده يعينه على الخير، ومنفعة في الآخرة